فضيحة بمعنى الكلمة، فضيحة أول مرة تحصل في تاريخ كرة القدم. لما تم تعيين الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة الكاميرون والمغرب فجأة كده وبدون أي مقدمات، لا أمين عمر مش هيحكم، احنا نجيب الحكم الموريتاني اللي أمه مغربية هو اللي حكم مباراة المغرب والكاميرون. رئيس الاتحاد الأفريقي عشان يجامل الفاسد فوزي لقجع ويجامل المغرب ويخليهم إن هم يتفوقوا على حساب المغرب، عين الحكم الموريتاني ده اللي امه لتاني مره هقولها مغربيه عشان يجامل المغرب على حساب الكاميرون والمغرب تصعد. نفس الوقت اللي بيعين فيه الاتحاد الافريقي امين عمر لمواجهه الكاميرون والمغرب عين فيه كمان الحكم المغربي لمواجهه مصر والكوديفوار، لكن عشان الحكم المصري ما قبلش بالرشوه ولا قبل بالفساد فخلاص احنا نجيب اللي امه مغربيه عشان هو ده اللي هيوصلنا النص النهائي. واحنا كمصر ما اعترضناش على الحكم لان احنا عارفين احنا في الملعب خلاص ما حدش قدنا، احنا اصحاب السبع القاب، احنا ما قعدناش 50 سنه عشان ناخد لقب. باش نتوما بالتحكيم نتوما كنتو تديو دوك الالقاب. كاس افريقيا 2006 2008 2010 ديتهم كلشي بالتحكيم. منتخب عيسى حياته، يا منتخب عيسى حياته، يا الفراعنه. فراعنه مزورين سبحان الله في الكره، سبحان الله معروفين، حتى النوادي ديالكم معروفين بحال الزمالك الاهلي. الاغلبيه الالقاب كلشي بالتحكيم كتديوهم وكتهضروا فيكم البلا بلا بزاف. اه حيتاش نتوما معروفين بالخبط الكروي، هادشي اللي كاين. وكنتمنى التوفيق للمنتخب الكوت ديفوار باش يطحنوا ماتكم نتوما، لا نتوما لا هاد الجيران تاع السوق، هاد لي زانجيريا بجوج بكم تودعوا تشدوا نفس الطياره وغادي نضحك على ماتكم مزيان. هادشي اللي كاين، حيتاش فيكم حتى واحد ما يستاهل. نتوما ما كيجيش معكم الخير، نتوما الواحد خصو يفرعكم. هادشي اللي كاين، وديما مغرب ومربوحه، وانت المصري يدك فيه، لا انت لا الجيران. هادشي اللي كاين.